لو ما بتحبش الجبنة القريش هاقول لك هاتها وتعالَ معايا المطبخ على السريع نحط واحدة في الكبة وننزل عليها بشوية حليب، لكل مكعب جبنة من نُص لربع كوباية بالكتير. هتقول لي ده عَك هاقول لك اخرس خُرم الجيب يخلّيك تعمل من الجبنة القريش بوفتيك، وبمناسبة البوفتيك هننزل على الجبنة بشوية بسطرمة لو موجود. هتقول لي لو مش موجود هاقول لك انزل عليها باللي متوفر معاك، بسطرمة، بيض بيكون، لانشون، أي حاجة أو شوية شيدر أو أي طعم أنت عايزه في الجبنة مع شوية زيتون، طبعًا زيتون شرايح، وسمي الله وشغّل الكبة وما تخافش، نزّل الخليط اللي ضربته في طبق غويط وانزل عليه بحبة البركة ولغوصه فيه، بس أنا ما عنديش. يبقى نزين الوش برشة من الزعتر العرايشي وشوية زيت زيتون، هنا ممكن تقطّع شوية فلفل رومي وتزينوا الوش بيه، وبكده بدل ما أنت كاره الجبنة القريش حوّلناها لحاجة تحبها بدل ما أنت تسيبها آخر حاجة في التلاجة. بالمناسبة إحنا نسينا حاجة، نسينا نصلّي على النبي وندعي لأمواتنا بالرحمة ونقول مساء الزبدة على الناس اللي بتوصل لآخر الشهر ودماغها تتخرب. وما أظنش بعد كده إنك لمّا تيجي تفتح التلاجة وتلاقي قدّامك الجبنة القريش هتقول لي ما باحبش الجبنة القريش.